ازاي تعرف ان صاحبك ده عنده الشخصيه البيوميه، او حتى مديرك في الشغل او شريك حياتك او الناس اللي بتتعامل معاها بصفه عامه؟ كل حد مننا عنده الشخصيه البيوميه دي في حياته. الراجل ده عنده قدره غريبه على التمثيل عشان يخدم مصلحته الشخصيه، وانا جاي النهارده احذرك من الشخصيه البيوميه واقول لك ازاي تعرف ان اللي قدامك ده ممكن يكون هو. أول صفة في الشخصية البيومية إنها عندها شعور إنها أفضل من غيرها. It only wrong when you do it. بشر ساعات بيكون عندهم رأي أعلى من اللازم عن نفسهم، أو over qualification أو تقدير زايد عن حد، وعندهم تحيز لكل حاجة تخدم مصالحهم، غير إنهم بيقيموا نفسهم بشكل أعلى ومختلف عن صورتهم الحقيقية في الواقع. النبي عليه الصلاة والسلام لما بيقول رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، الجملة دي مهمة جدا. وتفسير ده هو ان العقل بيكون عنده حاجه اسمها تحيزات معرفيه، في حاجه اسمها الميموري بايسز. يعني ايه؟ يعني شكل وصوره معينه الذاكره بتنخدع او بتخدع فيها الشخص نفسه. انا اسف، احنا اتظلمنا والله، احنا اتهنا واتظلمنا واحنا جايين نقدم فن. اقسم بالله احنا مش بتوع فلوس، اقسم بالله والله العظيم ما بتوع فلوس. احنا مش بتوع فلوس، اقسم بالله والله العظيم ما بتوع فلوس. 3 بالله العظيم لو العرض ده قعد ل 15 يوم تانيين من دون اجر، سياده المستشار يعرف احنا لينا الشرف ونبقى فرحانين جدا. يعني تلاقي الشخصيه البيوميه دي وهي بتتكلم عندها تصور ذاتي في خيالها ان شخصيه مش ماديه، او انه شخص جاي عشان هدف محترم، وهو انه يرسم ضحكه على وش غيره. يعني الشخصيه البيوميه هتلاقيها بتبرر كل فعل بيأذيك بانها تحط لنفسها قيم ومبادئ خياليه مش موجوده عندهم اصلا. رقم 2، انا مريت باشكال كتير من دي، ودول بيبقى عندهم شكل من اشكال الاسقاط، بيبقى زي اسلوب دفاعي عن كل حاجه. بيبدا في مرحله المراهقه عندهم تكون طريقه بيلجأوا ليها عشان يحموا نفسهم من الاذى. الموضوع ليه رواسي قديمه شويه، يعني لما حد من الاهل يقول له انت عملت الحاجه دي، يكون الرد على فكره اخويا الصغير عملها وكمان. الغرض يكون تجنب المسؤوليه الشخصيه، السيطره على المواقف من غير الاعتراف باي مسؤوليه. ده اللي عمله صاحبنا لما قال حقك تعتذر عن المسرحيه، لكن مش من حقك تغلط في فنك. احنا مش جايين نضحككم، احنا بنقدم فن. هو عارف بينه وبين نفسه انه غلطان لما قرر يتجاهل الاحداث اللي بتحصل في فلسطين ويروح العرض. طيب بدل ما يسكت او يعترف بغلطته، لا ده طالع كمان بيسكت الخطأ على مين؟ على صاحبه. طب ليه في ناس اصلا نافقه في الحياه؟ ببساطه hypocrisy is just easier. اتفاق اسهل. عندك واحد زي بيل جيتس ووارن بافيت، دول رجال اعمال دايما بيطلبوا من اللي حواليهم ان هم يكونوا عندهم عطاء ويتبرعوا. ثروه عمنا بيل جيتس دي 89 مليار دولار تقريبا، احنا مش بنقر، احنا بنحسب بس. التاني 65 مليار دولار. لو كل واحد اتبرع ب 99% من ثرواتهم اصلا للاعمال الخيريه، ثروه جيتس هتبقى 8.9 مليون دولار، وثروه صاحبنا التاني 6.5 مليون دولار، وهيعيشوا احسن عيشه بالفلوس اللي اتبقت دي اصلا. تخيل معايا عدد الارواح اللي ممكن ينقذوها لو عملوا كده طبعا. بس طبعا الكلام مختلف عن الفعل. شخص تقابله في الحياه يقول لك على فكره انا عندي نفس وجهه نظر، يقابل مديره في الشغل يكون عنده وجهه نظر العكس خالص. على فكره يا مدير انت 100 100، فاللي هو انت بتعمل ايه؟ الشخصيه الهيبوكراسي عندهم تأييد الكامل للخطأ والصواب لنفس الحاجه. مين فينا ما بيبقاش في حياته حد بيتكلم مثلا عن القضيه الفلسطينيه ليل ونهار على الفيس، بس في نفس الوقت بيفطر ويتغدى في ماك وهوته في ستاربكس؟ هتلاقي رايين مختلفين لنفس القضيه، راي مطابق مع راي الشخص او العوام. يعني انا متبني القضيه دي لانه الناس ماشيين وراها، ولاني لو عملت عكس كده ممكن اخسر اكل عيشي. اكتر حاجه ضحكتني في الفيديو بتاع صاحبنا هو بيحاول يعيط مثلا، نبره الحزن المفتعله والاداء المسرحي الرخيص. للاسف الشخصيات دي موجوده في حياه كل واحد مننا، مفيش مفر انك تقابله. كان معكم دكتور احمد.